شهر 9 2016 الزمالك بيواجه نادي الوداد. نادي الوداد المغربي ساعتها كان فريق قوي جدا، قوي جدا بجد. كل الناس وكل المحللين كانوا بيتوقعوا النسبة الأكبر هو فوز نادي الوداد والزمالك هيخرج من البطولة. بس الزمالك زي ما عودنا، الزمالك ليه كلمة تانية، ولو عايز يكسب فهو هيكسب. يبتدي الماتش شيكابالا بيحط جون عالمي، والانطلاقه من احمد توفيق وصل مباشره لشيكابالا، انطلق على الجهه اليمنى يبحث عن التوغل. شيكابالا متسع من المكان، زاد في السرعه، دخل شيكابالا، التسديده قويه، بابا جول 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 جول. يجي بعديها ايمن حفني يحط الجون الثاني. كره اخرى وخطا لصالح نادي الزمالك وحاول التوغل، بابا جول جول. يجي بعدها باسم مرسي يحط الجون الثالث. وعن علي جبر واسلام جمال اللذان صعد كره ممتازه، ولا لا جول لباسم مرسي، جول. بعديها مصطفى فتحي يحط الجون الرابع. اذا تم تسجيل الرابع، وجول 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 وجول. لعيبه الوداد قاعده بتتفرج على لعيبه نادي الزمالك وهي مش مصدقه نفسيها، هو ايه اللي بيحصل؟ استاد برج العرب ساعتها مولع من جمهور نادي الزمالك. الزمالك عمل ماتش خلى كل افريقيا تتكلم عن الماتش ده وتتكلم عن فريق الزمالك. بس للاسف ماتش العوده كان بيتلعب في المغرب، الماتش خلص 5-2 لفريق الوداد. الزمالك خسر الماتش، بس بمجموع الماتشين ساعتها الزمالك اتأهل للنهائي. بس الدرس اللي قاله الزمالك لكل الفرق ولفريق الوداد بالتحديد ان الزمالك لما بيعوز يكسب فهو هيكسب ومحدش هيقدر يوقفه. لو عجبك الفيديو اتمنى تعمل لايك وشير وسبسكرايب، ولو بتشوفنا على اي منصه غير اليوتيوب اتمنى تروح تعمل اشتراك او تعمل سبسكرايب هناك. ولو عندك اي افكار او عندك اي مواضيع حابب ان احنا نتكلم فيها اتمنى تسيبها في الكومنتس. كان معاكم محمود فاروق، ان شاء الله اشوفكم في حلقات جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام.